السلام عليكم الاخوه الاخوات، مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناه سعد اوفيسيال. اليوم بعيد عن الطبخ الحلويات. اليوم جبت لكم فيديو يتضمن الرحله ديالي الى دوار فاسك باقليم قلميم. ولا باس انني نعرفكم باقليم قلميم. هو احد الاقاليم المغربيه كيتواجد على المحيط الأطلسي في المنطقة الفاصلة بين شمال الغرب وجنوبه، لذا فهو يلقب باسم باب الصحراء. من إقليم قلميم تما كتبدا الصحراء المغربية، وكيحيط بهذا الإقليم عدة طواوير. من بينها هذا الدوار هو عبارة عن جماعة قروية وجماعة فاسك تابعة لإقليم قلميم بجهة قلميم ودنون جنوب المغرب، وهي تقع على طريق بين أسا وقلميم، ويبلغ عدد سكانها 3943 نسمة، كيتوزع على 722 أسرة. هاد الجماعة كتضمن عدة دوار، من بينها دوار البرج أيد زكري، ودوار تايد دالت ولاد بوشرة، ودوار توريرت أيد حماد. وهناك عدة دواوير هادو أنا اللي عارفة. كاين اسرير، كاين تاغجيج، كاين بزاف ديال الدواوير، وهذا من بينهم اللي انا كنعرف. البرج الذكري وتايدالت وتوريرت. كنتمنى ان الفيديو نال اعجابكم. واليوم هذا الفيديو درتو انني معوضه عند شي ناس من العائله في الدوار بالجماعه. غادي تكتشفوا بزاف ديال الحوايج زوينين وبزاف ديال المنجزات، من بينها الكورنيش اللي كنشوفوا دابا حاليا به مسجد كبير ما شاء الله، وهو واحد المحسن من الدوار جزاه الله خير. نخليكم مع لا فيديو وتكتشفوا بزاف ديال الحوايج زوينه. كنتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، وما تنساونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك وتعليق محفز. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب، ونخليكم معنا فيديو ومع الضيافه ديال الناس اللي مشيت لعندهم جزاهم الله خيرا. وشكرا لكم نتوما بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعاليق المحفزه. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ما فيها بس نعرفكم بواحد النوع ديال الموسيقى ومعروفه بها قبيله ايت حماد فاسك، وهي رقصه القدره. وتعرف رقصة القدرة التي تشتهر بها جماعة فاسك والنواحي بأهاجيز شعبية محلية. وهي عبارة على أن الذكور يكونون دائرة بزيهم التقليدي، وكذلك تتوسط هذه الدائرة امرأة شابة في مقتبل العمر، ترتدي كذلك الزي التقليدي وهو عبارة عن الملحفة والضفرة، ترقص في الوسط الدائرة إلى أن تتم الأغنية التي تم اختيارها من طرف الشباب، وفرجة ممتعة. وهنا كما كتشوفوا قطعنا الكبده والشحمه. غنبغي نديرو القطبان
كل شيء كيعرف الشيء بانواعه. احنا هنايا غنديروا الكبده والريه والقلب والشحمه كما كتلاحظوا، وغنضيفوا التوابل. هنايا كما كتلاحظوا الريه قبطناها سلقناها. علاش سلقناها باش ملي كتشوى كتجي بحال كتجي رطبه، ما كتبقاش قاصحه. لما كما يعرف ان الريه ملي كتشوى كتولي قاصحه بحال البلاستيك، لذا فكرنا اننا نسلقوها ونقطعوها كتجي بحال كطيب الكبده، كتكون رطبه. كما كتلاحظوا حنا درنا المكونات، زدنا عليهم المعدنوس، قليل من المعدنوس. غادي نزيدوا البصله اللي غشلضناها مربعات صغيره، والتوابل غادي نديروا التحميره الفلفل الاحمر الحلو، وغنديروا شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقم او الكركم والملح وشويه ديال الزيت. غادي نخلطوا كما غادي تشوفوا. تبعوا معايا انا فيديو حتى الاخير، والى اللقاء. الحيله ملي تشعلكم العافيه بحال هكا غترشوها بالماء
كتمشي باش ما ديركمش الدخان على اللحم. طرشو غير شويه باش ما يتحرق لكمش اللحم وفي نفس الوقت ما يكحلش. هو بعدا نسات كيف هذاك كتكون كانت وسط تستوفلت ملي كدير تاع الفضاحي اخنا داك سكوت في الوسط. البنات هاد المصريه امي وين نزيد انا يعني في الثلاثينات ولا في العشرينات تبارك الله. وين 30 1930 كريم اللي كنت انا دريه من عزت على هاد المصريه. هنا كانوا كيديروا الشمع باش كيضويو ولا القنديل كيديروا قالك واحد الفتيله الطرف ديال الثوب ويديروا فيه الزيت وكيديروه في القنديل ويضويو به. هذيك هي البوله ديال زمان. سبحان الله. شوفوا الخشب كي باقي هو ما تنكل ما والو ما تنكلش ما جاتوش هذيك الدوده اللي كتجي للخشب مع الوقت. سبحان الله. هاد الساروس كي داير كيدخل يعني واحد الباب له تقريبا اكثر من 100 عام، اكثر من 100 عام. والغريب في الامر ان الخشب ما تنكلش كما كتلاحظوا. شوفوا الخشب ما تنكلش نهائيا باقي كما هو. سبحان الله. كانوا كيديروا البهائم يعني الحمير حاشاكم عزكم الله والبقره ولا هنا هذه بلاصه. هنا كانوا كيديروا قالت لي الوالده كانوا كيديروا البهائم اللي كيتنقلوا بها كيمشيو يسقيو بها الماء. هنايا كما لاحظتوا هنايا كان الفران. هاد البلاصه هذه خاصه غير بالخبز. كانوا كيطيبوا الخبز هنا واحد النوع ديال الخبز. وهنا الدار هذه دار قديمه 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 بزاف جايه لشي 100 عام. وهي باش تبنات وكانوا عائلات كانوا الخوت القدلي ولد الاخ كيجوجوه هنايا وتيجلس هنايا. يعني كل واحد كان عنده البيت ديالو. كان عنده العرايسات كيتجمعوا في دار وحده ما كاينش مشكل. هنا فين كانوا من بعد ما شفنا المصرية أو غرفة الضيوف أو الصالون. كل واحد وكل منطقة شنو كتقول لها. دابا حنايا جينا الصالون عصري تقريبا عصري ولكن محافظين على التراث كما كتلاحظوا في السقف بالخشب المزركش وداكشي متقون وسنين واعوام وما ما تاثرش بعامل المناخ او الطبيعه.
نخليكم مع التتمه.